صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله يا ربي راكم كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله يكون جاز عليكم نهار الاول تاع رمضان بخير وبصحه وفوتوه في احسن الاحوال. الفيديو تاعنا نهار اليوم جيتكم بوصفه الكورني اللي مستحيل ما تلقوهاش في طابله الجزائريين تاع الفطور، يعني مستحيل ان ما نديروهاش في رمضان هذه الوصفه. في هذا الفيديو حبيت نتكلم على موضوع المعجنات اللي كنت درتها قبل في الكونجيلاتور، ومن بعد كيفاش نستخدمها كي نجبدها منه. خليكم معي، راح نتحدث عليها في جزء من هذا الفيديو. خليكم معي في هذه العجينة ياسر عملية اقتصادية، تعطيكم كمية كبيرة وناجحة، وتقدروا تستخدموها في عدة أنواع من المعجنات. في ريسبيون ندير نص كيس تاع زيت، زوز كيسان يا اما ما دافي يا اما حليب دافي، يا اما تخلطوا كاس حليب وكاس ماء يكونوا دافين كما عملت انا في الوصفه هذه. درت معاه مغرفه كبيره من السكر ومغرفه كبيره خميره خبز، خلطهم شويه بالفواه بهذا الشكل، وضفت عليهم زوز كيسان تاع فرينه. نخلطهم مليح حتى يولوا الخليط تاعنا ليس. هذه العجينه راح تهزلك حوالي 600 جرام من الفرينة. راح ندير انا 4 كيسان صافيين، والكيس الخامس نضيفه بشوي بشوي. هنا راح نضيف ملعقة الخل. اذا كنتي باش تخبي العجينة تاعك، يعني كي ديرها مملحات خابة في الكونجيلاتور، ديري ملعقة الخل. واذا كنتي باش ديرها في النهار يعني تاكلها جديدة، غير ما ديريش الخل. ضفت معاها مغرفة صغيرة او نص مغرفة صغيرة، عفوا ملح، نص مغرفة صغيرة ملح. خلطهم شوية وضفت عليهم زوز كيسان فرينة، حركتهم شوية بالفواه. بعد راح نحيه ونكمل الخلط بيدي. هنا راح نجيب الكيس الخامس، راح نبدأ نضيفه بشوية بشوية، ونضيف عليه مغرفة صغيرة من خميرة الحلويات. راح نعجنها بيدي كما راكم تشوفوا كيفاش نخبط فيها بين صباعي حتى تتشكل هذه لاباط، تكون طريه وتتلاصق شويه. راح نحطها على البلون دو طرافاي ونبدا نضيف الفرينه غير بشويه ونعجنها حتى نتحصل على عجينه طريه متماسكه وماهيش متلاصقه. بهذا القوام نتاعها راهو ناجح. وهكا درنا قدر 4 كيسان ونص تاع فرينه. هذه العجينة ما ترتاحش، تقدري تخدمي بها ديريكتومون من بعد العجن. تخليها برك شوية ترتاح حوالي دقيقتين باش تتحل معاكم في البلون دو طرافاي. رشيته بشوية تاع فرينة وراح نحل الباط تاعنا بالحلال بشكل عادي. هذه الباط البنات ما درتهاش كامل الكورني، راح تعطيكم نص تاعها برك، راح يدير لكم حوالي 30 كورني. يعني نتوما كي باش ديروه تحبوا تنصفوا الكميه او تحبوا ديروا عده اشكال او عده معجنات بنفس العجينه، والعبوا بركه في الحشوات. جبت لي كورني لينوكس تاعي كيما راكم تشوفوا. راح نبدا نلواها من التحت حتى نطلع للفوق. وماذا بكم البنات ما تديروش الفيد بين الطبقات، ديروهم فوق بعضهم بهذا الشكل باش كي طيب ما تتحلش معاكم مع من بعضها. في الأخير نحي طرف العجينة بهذا الشكل وراح نلصقها في الطرف ما قبل الأخير بهذا الشكل مليح. وكي نحطها في البلا نحطها على جهة الطرف المقفول باش هكا نزيد نضمن أيضا إنها ما تزيدش تتحل معايا. نكملهم كامل البنات بهذا الشكل، نحطهم في بلا يدخل للفرن. راح ندهنهم بلا دورور تاعهم. درت صفار بيض مع شويه حليب، ويكون الدهن غير على مستوى العجينه. حاولوا انكم ما تخرجوش لا دورور يمس الكورني تاع لينوكوس باش هكا ما تلصقش العجينه في الكورني من بعد كي تجوا تنحوها تتكسم لكم الكورني. هنا كنت شعلت الفرن على نار قليله قبل ما ندخلوه باش يسخن لي غير شويه فقط. وعسوها راهي بالخف الطيب. درت الوجه بالسانوج بهذا الشكل، طيبتهم لون ذهبي فاتح. للناس اللي ما عندهاش الميكرووند تقدروا من بعد كي تخبوها كي تخرجوها تقدروا تسخنوها شويه في الفرن.
تحلوا الفرن تاعكم تسخنوه وتطفوه وتدخلوها هي تعاود تسخن ليكم ترجع جديدة كيف ما راهي. اما انا ما استعملتهاش في هذا الفيديو. خليكم معي تعرفوا على السبب. درتهم كيما هكا، خليتهم بردوا تماما وحطيتهم في بواط تاع فريزير كيما درتها المره اللي فاتت، وخليتها حتى اليوم تاع رمضان. هذه الوصفه درتها النهار اللي حطيت فيه الفيديو تاع المعجنات، كان ما كفانيش الوقت باش نديرو معاها. درتها غدوه. شوفوا هنا لي كورني تاعي جبتهم ما حطيتهم لا في ميكرووند ولا في فرن. هنا وقت الربعة كي كنت نطيف الفطور، هذا نهار الاول تاع امس، جبتهم من الكونجيلاتور حطيتهم حذايا فوق الكونطوار، وبما انه الكوزينه سخونه ذابوا لي بالخف، يعني ما احتاجتش اني نعاود نحطهم في ميكرووند والا في الفور. وهكا تخدموا مع المعجنات تاعكم نفس الطريقه، تجبدوهم قبل بوقت تدخلوهم في الكوزينه حتى يذوب عليهم هذاك الكلاص، وتعاودوا تسخنوهم يرجعوا جدد كيف ما راهم. في الحشو، هذا الحشو البنات ياسر 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 بنين. درت 3 عظمات او 3 بيضات غليتهم مع مغرفة كبيرة من الفرماج، رحيتهم كلها بالفرشيط بهذا الشكل. ضفت لهم شوية فلفل اكحل وشوية زيتون اكحل مقطع والطعم، خلطهم كامل مع بعضهم وراح نحشي بيهم هذم لي كورني. الكورني هذوما درتهم امس في دقيقة 90، يعني درتهم هما اخر حاجة حطيتها على الطابلة. تحبوا تحشوا بلابوش تحبوا تحشوا بالمغرفة كيما حبيتوا، انا نديرها باللابوش تجيني اسهل وخدمة نظيفة. نحشوهم بهذا الشكل حتى نكملهم كامل. انا هنا جبت يعني غير شويه برك على قيسنا، حبتش نكثر. وهنا ربيت ليهم شويه فرماج شيدار كيما راكم تشاهدوا، راح نديرها على الوجه بهذا الشكل. ديكور من برا تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش، وكيما حبيتوا الفرماج يزيد عليهم بنه. كملتهم كامل بهذا الشكل، ستفتهم في اسيات وحطيتهم على طاولة الفطور، وما قدرتش ندير ليهم فيديو، صورته لكم فقط بالخف باش تشوفوا شكلهم النهائي.